من مبدأ خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، شن وزير الخارجية الإماراتي هجمة بتصريحات مشحونة بالكراهية على العراق وحكومته ليدفع الشبهات والاتهامات التي تدور حول بلاده بدعم عصابات داعش والفئات الضالة في العراق وسوريا. لا سمح الله لو داعش تمكنت من العراق، الإمارات تسقط الكويت، تسقط قطر، وكلها تسقط، لأن داعش ما لها صديق. داعش فكر ظلامي مثل أخطبوط يتمدد يبتلع الكل بدون قوانين، بدون شرع، بدون دين. فلذلك أتمنى أن تكون تصريحات السياسيين ناضجة بمستوى المكان اللي يشغله، حتى لا نفرق الوطن الواحد. العراق من 2003 ولحد الآن يحاول يفتح آفاق التعاون مع كل الدول العربية والدول الأخرى. ما في يوم من الأيام تدخل بشأن خارجي أبدا، لأنهم يعلمون تماما أن أمن المنطقة هو أمن واحد مشترك، وأن النار ستطالهم يوما. وما أحداث السعودية الأخيرة إلا خير شاهد على أن يد الإرهاب لا تعرف حدودا جغرافية، وإنما تمتد أينما وجدت مرتعا خصبا لها. ننصح كل إخواننا من دول الجوار أن تكون أفق التعاون هي الممتدة لمحاربة عناصر داعش، لأن عناصر داعش لن تستثني أحدا، لها استراتيجيتها الخاصة ولها رؤيتها التي لا تعترف لا بمكون. وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان تقمص دور المفكر السياسي الذي يحاول أن يسوق أكاذيبه على المجتمع الدولي ويطمس 7000 عام من حضارة وتاريخ العراق. فكيف للتاريخ أن يندثر أمام شخص ينتمي إلى عائلة لا تاريخ لها سوى التآمر على البلدان العربية وشعوبها المتطلعة للحرية والكرامة؟ ما نقبل أي شخصية أو أي شخص خارج نطاق حدود العراق أنه يمثلنا أو يمثل الشعب العراقي. فنوصل صوتنا إليه أنه العراق إن شاء الله بكل أطيافه أنه قادر على درء أو ردع الإرهاب الداعشي. وبالنسبة لتصريحاتهم لن نقبل ولن نقبل في أي تصريح يمس شعبنا العراقي. إذن يطالب الشعب العراقي حكومته بضرورة تسليم القائم بالأعمال الإماراتي في بغداد مذكرة احتجاج على التصريحات المخزية الصادرة عن وزير خارجية بلاده. من بغداد صباح نوري، قناة المسار.